السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم غادة من قناة منوعات غادة شعراوي. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفة انا اتأخرت عليكم كتير، وحشتوني جدا، معلش شوية ظروف. النهاردة انا هعمل معاكم برجر الفراخ. طبعا دخلت المدارس بقى والناس عايزة تحضر سندوتشات للأطفال، وكمان ابني حابب ياكل برجر، فقلت اعمل له برجر فراخ بقى، وقلت انتهز الفرصة دي واصورها لكم. يلا نقول بقى توابلنا كده على طول. معلش انا هقول المقادير لان في ناس حابه ان انا اقول المقادير في الاول. تمام. انا كنت بحب ابتدي على طول عشان الفيديو ما يطولش عليكم، بس البرجر يعني خفيف ان شاء الله، مش هطول عليكم برضو. دي معلقه فلفل كبيره، معلقه بابريكا، معلقه ملح، معلقه صغيره، دي معلقات كبيره، دي معلقه صغيره جوز الطيب مطحون، دي معلقه متوسطه بهارات اللي هي الفاصل بين دي وبين دي معلقه بهارات فراخ، ودي معلقه حبهان بودر مطحون، كزبره، زعتر، جنزبيل، قرفه. الجنزبيل والقرفه دول اختياري اللي حب طعمهم، توم بودر، كمون، كاري، زي ما قلت لكم فلفل اسود. تمام. ومعانا بردك بصل بودر، بس انا ما حطيتوش، هو معانا اهو في الكيس اهو جايباه عشان كان خلصان. تمام. دي التوابل بالنسبه للبهارات. معايا هنا بيضه عشان البرجر. تمام. معايا كوبايه فول صويا شطفتها بس وحطيتها كوبايه اهي. معايا معلقه نشا، هاخد معلقه بيكنج باودر. كل دي في التوابل بتاعتنا. ومعايا نص كيلو صدور بانيه. هنبتدي بقى اول حاجه. ومعانا صحيح بصله، معانا بصله متوسطه. تمام. برضك البصله اختياري، مش حابه تدخليها ما تدخلهاش. تمام. هنبتدي بقى نحط في الكبه الفراخ. بقى نحط الفراخ. حطيت هنا الفراخ مع البصله الاول زي ما انتم شايفين كده. هفرمه وارجع لكم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بقى بكوبايه الفول الصويا. تمام اهي. ونرجع نفرم تاني. معلش ما صورتلكوش، انا حطيت البيضه دلوقتي نزلتها من هنا. هي طبعا كده لسه ما اتفرمتش. تمام ماشي. لسه هنحط بقيه المقادير، بس انا طلعتها عشان امزج التوابل كده بالطريقه دي كده، وننزل بيها عليها بالطريقه دي. ونسيت صحيح، انا قلت لكم، مش عارفه قلت لكم ولا لا، ومعلقه النشا ومعلقه البيكنج باودر. تمام. هنقلبهم بقى كده في بعض ونرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده انا مزجتها كده مع بعض، التوابل كلها مع بعض، ونخش ندخلها في الكبه تاني. كده احنا فرمناها يا بنات. بس في هنا بصوا الخليط طري شويه، فاحنا هنزود له بقسماط ومعلقه نشا، بقسماط مطحون. اروح اجيب بقى البقسماط واحطه لكم اوريكم. زي ما انتم شايفين كده هنحط بقسماط مطحون عشان القوام يبقى متماسك شويه. تمام. ونفرمها بقى. هنا بقى بعد ما الخليط خلص اهو، بصوا متماسك ازاي، بنديله رشه بقسماط. تمام. وهبتدي بقى هنا عندي القالب بتاع البيض، احط فيه اي حاجه عندك مدوره زي ما قلنالك يعني مشي حالك باي حاجه. الجيب بتاع المدوره حط عليها الكيس اهو، هحطها واوريكم هعملها ازاي. زي ما انتم شفتوا انا حطيت الكيس اهو. تمام. وحطيت البرجر. بعد كده هشيل ده كده اهو، ده بحطه كده بايدي كده اهو، او بالمعلقه بظهر المعلقه اهو اهو اهو. وبعد كده بتشيليها، وبعد كده بتطلعيها من دي وتجملي البرجر كله. هعمله بقى واوريكم زي ما انتم شايفين كده. ورحت انا فرغت بقى عشان اعرف اطلعها، فرغت هنا عشان ماسكه في القالب، واروح مخرجاها بالشكل ده كده اهو اهي. زي ما قلت لكم اعذروني بقى ماسكه الموبايل بايدي اهو. ممكن تعملي السمك ارفع من ده. تمام. سمكها ماشي. خلاص بقى الكميه كلها واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، عمل 6 اهو، ولسه في تاني هكمل ماشي. بس انا حابه اديكم الفكره برضك زي ما وريتها لكم في برجر اللحمه، ما عنديش اكياس، فبفتح الاكياس اللي هي السندوتشات دي واحطها بالطريقه دي واعمل كده
الطبقة التانية، البرجر التاني. تمام. ومش لازم، انا ما عملتهاش على قد الدورية دي بالظبط اهي، دي عملت اصغر منها شوية. وممكن والله تعمليها بايدك، حتى كوريها كده بايدك، بعملها كرة وببططها. تمام. نكمل بقية الكمية واقول لكم عملت معايا كام واحدة. كده عملوا معايا 6 فوق و6 تحت، يعني 12 قطعه. بس طبعا اخر قطعتين دول صغنطاطين لو واخدين بالكم، والباقي كله حجم واحد زي ما انتم شايفين كده اهو. 6 فوق و6 تحت. تمام. عملوا 12 قطعه، او ممكن يعملوا 11 او 10 قطعه مليانين كويسين. نص كيلو عامل لنا بصوا كام قطعه. شوفوا بقى بره بيتكلف كام، وصحي ونضيف وحاجات حطها انت بايدك. هنسيبه بقى، احنا هنحط الطبقه الثالثه من الكيس. زي ما قلت لكم انا بفتح كيس السندوتشات اهو، عشان ما عنديش اكياس اللي هي او الفاكيوم اللي بيتغلف بيه. تمام. بالطريقه دي، الطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. ويلا على الفريزر. ممكن اسويه دلوقتي، بس انا هسيبه شويه نص ساعه كده في الفريزر قبل ما استخدمه. اكون روقت الدنيا عندي، المواعين واغسل كده الدنيا واظبطها، واحضر بقى الفينو وكده، ونبتدي نحمر مع بعض. البرجر يكون مسك نفسه برضك في الفريزر شويه. زي ما انتم شايفين بقى كده، خرجت من الفريزر اهو. هي طبعا لسه طريه طريه اهي. نعملها مع بعض في الطاسه، نقليه بقى معاكم ونرجع لكم. دلوقتي ده العيش احنا قطعناه اهو، فتحته وقطعت الكابوتشي وقطعت الطماطم والبصل. طبعا الحشو اختياري زي ما انتي عايزه. وادي بقى البرجر الجميل بتاعنا بعد ما اتقلى. شايفين منظره؟ هو لونه غامق شويه في الكاميرا، لكن هو فاتح لون ذهبي. تمام. شايفين بقى منظره عامل ازاي؟ واو واو واو. ماشي، يلا بقى نبتدي نحضر السندوتش بتاعنا. نعمل معاكم بقى سندوتش كده. هننزل الكاتشب. ماشي، زي ما انتم شايفين اهو الكاتشب. ماشي. وبرضك احنا بنحب المايونيز. زي ما قلت لكم الحشو ده بتاعك انتي. تمام. وبعد كده بقى، معلش انا طلعت بره السندوتش مش شايفه من الكاميرا. تمام. حلقتين كده او 3 بصل، احط عليهم شويه الكاوتش الجمال زي ما انتم شايفين كده. كده البرجرايه الرهيبه. شايفين المنظر؟ بعد كده بقى حلقات الفلفل، انا مقطعاها تخينه شويه اهي. حلقات الفلفل وحلقتين صغنطتين طماطم. وادي السندوتش العملاق بتاعنا. شايفين بقى المنظر؟ اللي عايز يحط بيض يحط، اللي عايز يحط جبنه، معاكي كل اللي انتي عايزاه. هخلص بقيه الكميه واوريها لكم. وادي الشكل النهائي بقى. يلا الف هنا وشفا عليكم. البرجر الجميل، برجر الفراخ. الف هنا وشفا عليكم، ويا رب اكون سهلت عليكم اليوم وقلت لكم فكره جميله مفيده. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الدراسه، ويا رب يسترها علينا يا رب، وما يحصلش حاجه تاني وحشه، ويبعد عننا المرض والوباء يا رب. اشوفكم على خير، واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. باي باي.